الكل شاف ظاهرة تلوين الخرائط عند سكان الزريبة. الشعب اللي يصور وعنده مشكل مع التاريخ أكيد راح يكون عنده مشكل مع الجغرافيا ومع الخرائط. هيا نبحثوا ونشوفوا ونعرفوا منين جت فكرة الاستيلاء على الأراضي بأقلام التلوين. الكل راح يقول لي علال الفاسي. نعم علال الفاسي، ولكن من جت الفكرة وهو رئيس حزب. الفكرة بدأت من هذه الصحيفة الفرنسية اللي تنشرت سنة 1879. اسمعوا واش يقول خونا قادر. نقدم لكم الخريطة الفرنسية اللي صدرت من مكتبة التجارية تاع بوردو في 1879. هذه الخريطة فيها مشاريع فرنسية لربط مستعمراتها بالسكك الحديدية، يعني كانت تجيبها من الشمال وتوتل طنبوكتو ومالي والسينيغال وتحوط عليها بيان كوميلفو. كان عندهم مشروع شباب على كل. الفرنسيين كانت عندهم فكرة يديروا خط السكة الحديدية من الجزائر إلى نهر السنغال. خداو مسار الرحالة بول سولي، رحالة كما هذاك الرحالة جيغي دوميغ شيفو peu de gazon, un peu de limonade. وي يحوس ويلونسي دي فيديو باش يدير البوز. لكن الرحالة هذا كان يدرس طبيعة الشعوب لاستغلال ثرواتهم. ما كانش يلونسي دي فيديو، ولكن كان يدير كتابات باش يدير الباز هو تاني في وقته. انطلقت الرحلة نتاعو من الجزائر لغواط، هبط للصحراء، راح لمالي طنبوكتو، وصل حتى نهر السنغال. فرنسا باش دير المشروع تاعها السكة الحديدية من الجزائر إلى نهر السنغال مرورا بطنبوكتو. خداو مسار الرحالة الفرنسي بول سولي، داروا هذاك المقترح وحطوه في جريدة ورسموا الخريطة سنة 1879. هنا يجي لاكتور نتاعنا. علال الفاسي. تمشوا ديك الخزرة يا خويا. علال الفاسي هذا هو سياسي ورئيس حزب وأديب، يعني يعرف يبلعط. ما راهو لا الرحالة بن بطوطة، لا مختص في الجغرافيا، لا يعرف يرسم الخرائط. شاف الخريطة اللي رسموها الفرنسيين سنة 1879، كوف روحه وزاد عليها عام. قال لهم هذه خريطة الحدود الحقة باش يدير الباج هو تاني، كيما البهاليل اللي راهم يتاجروا بالخريطة الوهمية دركا. المهم قولب الشعب بكماله دخلهم في الأوهام الدنكيشوتية التوسعية، وزاد قولب العلويين وخلاهم يحطوها في الدستور. عجبتهم لأنهم كانوا كل ما يتشمروا يبيعوا قطعة من أراضيهم. وزاد قولب دكاترة وعلماء ومؤرخين باش يتوهموا تاريخ مبني على قصاصة جريدة تحكي على قصة الرحالة الفرنسي بول سولي.